السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا كلها، ربنا يديكم الرضا والصحة وراحة البال. النهارده بقى فيديو جديد هكلمكم عن حليب جوز الهند. ده منتج بصراحة أنا لقيته كده بالصدفة، تعالوا يلا أحكي لكم بسرعة أنا عرفته ازاي. طبعا في شهر رمضان بعد غسيل المواعين وغسيل بقى السجاد وترويقة بقى العيد والدنيا بقى كده، يعني ايديا بصراحة اتدمرت خالص. لقيت ايديا يعني متبهدلة، فطبعا رحت كده لبنوتة حلوة قوي كانت واقفة في محل بتبيع الحاجات القمر دي. فطبعا انا قلت لها انا عايزه حاجه، طبعا ايه يعني حاجه كده سريعه استخدمها علشان ايديا متبهدله طبعا من غسيل مواعين وغسيل السجاد واتدمرت طبعا في رمضان. جابت لي العلبه اللي بقول لكم عليها دي اللي بوريها لكم. وطبعا بصراحه ساعتها انا ما كنتش مصدقه خالص ان هي ممكن تعمل اي حاجه، لان مش سعرها مش غالي. طبعا انا هقول لكم سعرها كام وكل حاجه وكل التفاصيل وبيستخدم لايه. هي جابت لي العلبة القمر ديّة، ما صدّقتش بصراحة خالص إنها هتعمل نتيجة من أول مرّة، ويعني هيبقى استخدامها حلو جدًا. يالّا بينا نخش كده على الفيديو وأقول لكم بقى الاستخدامات والسعر وكل حاجة عن حليب جوز الهند. شوفوا بقى استخداماتها ايه. طبعا هيرطب الجسم جدا وهينعمه وهيفتحه. انت هتلاحظي ده من اول استخدامك ليه، يعني من اول مرة حطيته حسيت بالاستخدام ده، حسيت يعني ان هو نعم جدا ايدي ورطبها بطريقة بصراحة انا ما كنتش متخيلة خالص ان منتج زي ده يعمل الحاجات القمر اللي بقولكوا عليها دي. انا انبسطت جدا وانبهرت جدا بالنتيجة. ان شاء الله لكل الناس اللي هيستخدموه وما يعرفوش عنه حاجة واول مرة بيشوفوا المنتج ده وهيجيبوه هيجربوه، هيلاقوا النتيجة دي هتبان من اول مرة. على فكرة هو حليب جوز الهند ممكن شركات كتيرة تعمله، بصراحة ما جربتش غير المنتج ده. فمعرفش اذا كان ليه اسامي تانية او شركات تانية بتعمله. بس هو حليب جوز الهند طبعا معروف جدا ان هو بيعمل الحاجات القمر ده. لو لقيتي نفس العبوة هاتيها، ولو لقيتي أي عبوة تانية مكتوب عليها حليب جوز الهند برضو هاتيها. لأن طبعا يعني كل الناس اللي استخدموا حليب جوز الهند هم بيشكروا فيه إن هو بيرطب جدا وبينعم وبيفتح أي حاجة في مناطق في الجسم يعني. ايه تاني بيتشرب بسرعة، يعني انت بعد ما تدهنيه كده هتلاقي ايدك اتشربته بسرعة. في منتجات كتيرة بصراحة انا جربتها، يعني كريمات او مراهم مرطبة بتقعد شوية كده على بال ما الجسم يتشربها، وممكن كمان يسيب يعني ملمس تحس شوية ان هو دهني، تحس ان ايديك مدهننة، تحسي ان بشرتك مدهننة كده وبيفضل المنتج عليها. انما حليب جوز الهند بصراحة الجسم بتشربه على طول، وتبص تلاقي الجسم بعديها ناعم. النتيجة طبعا يا بنات هتبان معاكم من أول مرة. طبعا هتقولي لي هنستخدمه فين بالظبط. هتستخدميه طبعا على الوش عادي مفهوش منه أي ضرر، وهتستخدميه على الإيدين عادي جدا، وفي أي مكان هتلاقيه اللي هو خشن شوية أو مش مترطب هتحطيه عادي مفيش أي مشكلة. هو كمان بيساعد على إزالة البقع والكلف، وطبعا بيعمل حيوية ونعومة ونضارة هتشوفيها من أول مرة. دي من المنتجات الحلوة قوي قوي اللي انا استخدمتها، وكمان سعرها بالمناسبة مش غالي خالص. انا كنت شارية العلبة القمر دي كانت عاملة 25 جنيه، وعلى فكرة هي حوالي ربع كيلو يعني 250 جرام. من الحاجات الجميلة قوي، يا ريت تجربوها يا ريت تستخدموها لو رحتوا في اي حتة وقلتوا حليب جوز الهند. دي من الحاجات الجميلة قوي اللي لازم تكون موجودة عندك. بالمناسبة يا بنات انا ما استخدمتش من رمضان غير الحبة دول. يعني بالمناسبة انتي مش المفروض ان انتي تحطي كتير، حطي يا دوبك حبة صغيرين قوي، لان الحبة الصغيرين دول بيرطبوا الجسم وبيشبعوه جدا. من الحليب جوز الهند يعني ما تحطيش كمية كبيرة، على فكرة هيقعد معاكي فترة حلوة قوي. وبكده يبقى انا وصلت لاخر الفيديو. ولو عندك اي تعليق سيبيه تحت في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم على طول. ولو انتي اول مرة تخشي نورت القناة كده يا ريت تشتركي وتخشي، هتلاقي فيديوهات حلوة قوي مفيدة، هتلاقي معلومات حلوة قوي هتعجبك، وهتلاقي منتجات كتيرة انا بتكلم عنها، وهتلاقي ريفيوهات كتيرة، وهتلاقي عندك فيديوهات مفيدة جدا. ما تنسيش بقى طبعا اللايك القمر زيك، وتعليق حلو محفز كده زيك. وما تنسونيش
تنسونيش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.